السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، عباد الله، إن لله في خلقه شؤون، خلق الدنيا وما فيها، وفضل بعض ما فيها على بعض تفضيلا، ففضل بشرا على بشر، وملكا على ملك، وأرضا على أرض، وزمان على زمان، ويوم على يوم، وفضل العابدين بعضهم على بعض، وأثنى على كثيرا منهم. قال في المتقين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأثنى على الصابرون فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأثنى على المحسنين فقال: وكذلك نجزي المحسنين. ثم أما بعد، عباد الله، في دقائق معدودات عطر بإذن الله حتى تتعلم القلوب أن لا سبيل إلا سبيل الله، ولا فوز إلا إذا كنت عبدا طائعا لله. عباد الله، نعيش مع منزلة من أعظم المنازل، هي من الدين بمثابة الرأس من الجسد، وهي نصف الإيمان. لا يكتمل الإيمان إلا بها عباد الله. أهلها مؤمنون منعمون يوم القيامة. الناس في أهوال وهم منعمون بشهادة الرحمن سبحانه جل في علاه. قال عنهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عنهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما. من الله سبحانه جل في علاه. عباد الله، حديثنا عن الصبر، وهو أعظم منازل الإيمان، وهو نصف الإيمان. فنصف الإيمان صبر، ونصفه الآخر شكر، لا يكتمل أحدهما إلا بالآخر. والصبر عباد الله 3 أصناف. الصنف الأول هو صبر على طاعة الله، واستقامة القلب على اتباع أمر الله، والسير على منهج سيدنا رسول الله. والصنف الثاني هو الصبر عن الوقوع في معصية الله، وفيه نجاة القلب، وفيه الفوز بجنات النعيم يوم القيامة، وفيه الفوز بحور عين. والصنف الثالث عباد الله هو الصبر على أقدار الله، ومعه نعيش تلك الدقائق المعدودة. سئل سيدنا سفيان بن عيينة عن الصبر فقال: ما أعطى الله عطاء لعباده أفضل ولا أوسع من الصبر. ولما سئل البصري عليه رضوان الله قال: إن الصبر كنز من كنوز الجنة، لا يعطيه الله إلا لعبدا كريما عنده. ولما سئل البصري عن الصبر قال أيضا: هو حبس النفس عن الجزع،
واللسان عن الشكوى، والأيدي عن لطم الخدود وشق الجيوب، والاعتراض على أمر الله وقدره. عباد الله، كما أن شكر النعم يدخل الجنان، فالصبر على البلاء يدخل الجنان. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إذا أصابته سراء أي نعيم وخير شكر فكان خيرا له وله الجزاء من الله، وإذا أصابته ضراء أي كرب وشدة وبأس صبر فكان خيرا له. وإن أعظم الناس عند الله هم المبتلون، بشهادة سيدنا رسول الله قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط من الله. ومهما تنوعت أنواع البلايا، ومهما قصرت أنواع الأسقام، فإن الله جعل الجزاء لك يوم القيامة جزاء عظيما. ما يصيب المؤمن من قول رسول الله: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا غم ولا أذى، حتى الشوك يشاكها، إلا وكفر الله عنه بها خطاياه يوم القيامة. فمن يتصبر يصبره الله، ومن يتمسك بأمر الله ويرضى بقدر الله يجعل الله الجنات جزاء يوم القيامة. عباد الله، مر رجل من الصالحين على وادي من الوديان، فسمع أحدهم يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فلما نظر الرجل حوله وجد رجل مشلول الأطراف أعمى العينين، والدود يأكل من جسده. قال: يا عبد الله، على ما تحمد الله وحالك على هذا الحال؟ قال: يا عبد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. قال: الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. إن الصبر منزلة من أعظم منازل أهل الإيمان، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما. يؤتى بالناس يوم القيامة الشمس تبلغ من الرؤوس مسافة ميل، وكل منهم عرقه على قدر عمله، أهوال تشيب لها الولدان، يوم لم تر البشرية يوم أعظم منه شدة. من هول الموقف يسألون الله أن يدخلهم النار أو الجنة، وأن يرحمهم من هذا الموقف العظيم. ويؤتى بصنف من الناس هم مؤمنون منعمون، يتركون أبواب الجنان، فيقول لهم: ماذا أردتم؟ يقول: إنما نحن الصابرون، لم يكتب لنا ديوان، لم يكتب لنا كتاب، ولم ينشر لنا ديوان، كنا في الحياة الدنيا على أمر الله وطاعته، وعن معصية الله صابرون، وعلى قدر الله عند البلاء صابرون. يؤمنون، ينعمون،
يدخلون الجنان بغير حساب ولا سابقة عذاب. لما؟ لأنهم صبروا على طاعة الله، وصبروا عن الوقوع في معصية الله، وصبروا على أقدار الله، ولم تتأذى قلوبهم أبدا من قدر الله سبحانه. عباد الله، نذهب بعيدا إلى دمشق. الخليفة الأموي في قصره يدعو عروة بن الزبير من أجل أن يستشيروا في بعض أمور الدولة، وهو المحدث الفقيه الأديب الخاضع الذليل إلى الله. وفي الطريق عروة بن الزبير اصطحب أحد أبنائه السبعة، وكان أقربهم وأحبهم إليه. وفي الطريق داس عروة بن الزبير على عظمة من العظام فجرحت قدمه فأصيبت، وعروة لا يعلم أنه أصيب بمرض خطير، فتداعت الأكلة على قدم عروة. ولما وصل عروة إلى القصر ورآه الخليفة استاء لأمره، فأرسل إلى الأطباء فجاءوا مسرعين ففحصوه ووجدوا أن عروة قد أصيب ولا بد من بتر الساق حتى لا يتأذى باقي الجسد، عافانا وعافاكم الله. فقالوا أيها الرجل لقد أصبت ولا بد من بتر الساق. فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثيرا من خلقه تفضيلا. فقالوا أيها الرجل إن البلاء عظيم، اشرب بعضا من الخمر حتى يتسنى لنا فعل اللازم بغير أن تتأذى وتشعر بتلك الآلام، عافانا وعافاكم الله. فالفقيه الأديب المحدث الذي خضع قلبه إلى الله يقول معاذ الله، دعوني أصلي إلى ربي، فإذا وقفت بين يدي الله اتركوني حتى أسجد إلى الله، فإذا سجدت إلى الله افعلوا اللازم، إن القلوب إذا سلكت طريق الرحمن لا تشعر الأبدان ببأس ولا شدة. ثم عباد الله بطروا ساقه، ثم وضعوا الزيت المغلي على قدم عروة. عندئذ شعر عروة بالآلام، من أجل أن يتوقف النزيف وضعوا الزيت المغلي على قدم عروة. فلما أفاق عروة ماذا قال؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثيرا من خلقه تفضيلا. ما كنت أستعين بحراما وأنا أرجو العافية، مرضيش يشرب الخمر. وما كنت أحتسب عضوا عند الله إلا إذا شعرت بألمه، وإني أشهد الله أني لم أمشي بقدمي إلى الحرام قط. هكذا مقام أهل الإيمان الذين استقامت قلوبهم وخضعت إلى الرحمن وصارت ذليلة بين يديه، فهي في طاعة الله صابرة وعن المعصية صابرة، وعلى قدر الله ومبتلاه صابرون، لا يتذمرون من أمر الله وقدره أبدا. الإمام ابن واسع يقال عنه أن إصبع محمد بن واسع في الجيش خير من 100,000 جندي، وهو رجل ولا نزكي أحد على الله، هو رجل صدق فيه قول رسول الله: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله قسما لأبره، ما دعا الله قطا إلا واستجاب الله دعاءه فورا. دخل عليه أحد الشباب
ووجده قد أصيب في يده، قرحة في يده، ووجد الشاب الرجل الصالح يقول الحمد لله، فاستعظم أمر البلاء على الشاب، فقال أيها الرجل على ما تحمد الله؟ قال إني أحمد الله أن تلك القرحة لم تكن في طرفة عيني أو حلق لساني، والحمد لله أنها لم تكن في ضبري، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. والإمام عبد القادر الجيلاني يعلم النفوس ويرسخ في القلوب درسا حيا حتى لا تشتكي ولا تتذمر من أمر الله أبدا. فإذا وقع عليك البلاء لا تشتكي البلاء لعبدا من العباد، لكن قم وقف بين يدي الله وصر ذليلا بين يدي الله واشكو أمرك وحالك إلى الله، فإن الله هو الذي جاء بالبلاء وهو الذي يستطيع أن يرفع عنك البلاء. فدخل عليه أحد تلامذته فقال الإمام عبد القادر الجيلاني يا بني لا تشتكي أبدا، فإنك إذا شكوت لابن آدم، لما تشكي أمرك وهمك وضيقك وحالك وبلاءك وشدتك وبأسك لابن آدم كأنما شكوت الرحمن الرحيم إلى العبد الذي لا يرحمه. يبقى بشكوى الله للعباد كأنما شكوت الرحمن الرحيم إلى العبد الذي لا يرحمه. إن القلوب إذا عاشت مع الله ومهما قصر البلاء ومهما عظم البلاء فإن القلوب الصادقة ترى في البلاء نعيما. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني دليل على المحبة أن يبتليك الله حتى يسمع صوتك، حتى تعود بقلبك إلى الله. في ناس أعرضت عن الطريق، ربنا لو ما رضهاش ببلاء لا أهلكها وهلكت عند وقوعها أو تعلق قلوبها بشيء غير الله، أموال، نساء، جاه، قوة، نفوذ. فلا بد من البلاء حتى تعود القلوب إلى الله، وحتى يرسخ في القلوب أن الصبر على قدر الله يدخل الجنان ويرفع العبد ويصل إلى أعظم المقامات إذا كان صابرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دول اللي بيتعاملوا معاملة سبيشال، معاملة خاصة، لم يكتب لهم كتاب ولم ينشر لهم ديوان. ونكمل بعد جلسة الاستراحة واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، الصبر عباد الله منزلة من أعظم منازل أهل الإيمان، هو نصف الإيمان. لا يجوز للقلب أن يكون شاكرا لله في النعم، وعند المبتلى يصير المرء متذمرا من أمر الله. في ناس فتنتها مش في الشدة، يعني هو مبتلى تلاقيه صابر. طب شدته فين الحقيقية؟ وفتنته فين؟ وبلاؤه فين؟ في النعم. يعني في واحد لما الدنيا تبقى ضائقة وفي شدة
من أمر المال تلاقيه مستقيم على أمر الله. طب أول ما يبقى ذو أموال وفي سعة من الأموال يفجر في أمره مع الله، لا يترك معصية إلا وبارز الله بها. يا عم ده أنت كنت في شدة وفي كرب، كنت عبد صالح، ولما ربنا أتاك من واسع فضله تصبح عبدا تبارز الرحمن بالوقوع في المعاصي. أيوة في كده. وفي واحد نعيمه في انه يكون في سعة من امر الدنيا. طب ولو الدنيا ضاقت عليه يتذمر من امر الله، واي طريق حلال حرام يوصله الى مبتغاه ما عندوش مشكلة، واي شيء يؤدي به الى سطوة قلبه انه يشعر انه هو قوي وانه هو في نفوذ وانه هو يقدر ان يفعل اي شيء يفعله من اجل ان يصل الى مبتغاه. الصبر موضوع كبير قوي، المقياس الرئيسي فيه خضوع القلب الى الله. في واحد لو جاله شوية برد يقول لك اشمعنى انا، وفي واحد لو بيموت وفي نفس داخل ونفس طالع بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيره. دي مقامات واحوال قلوب. يوسف عليه السلام ابتلى ابتلاءات عظيمة وغيره من الانبياء، فلما ربنا رفع عنه البلاء وهو في كامل الهيئة والزينة والوقار وبين الأمراء والوزراء وفي موكبه وهو عزيز لمصر، يمر في الطريق فتراه امرأة كانت تعرف يوسف وهو سجين، والسجن ذل، عافانا وعافاكم الله من أمره. فماذا قالت المرأة؟ كلمات تقاس بالذهب. قالت سبحان الذي جعل العبيد ملوكا. بإيه بقى؟ بالأموال، بالعقول، بالجمال. وكان يوسف شديد الجمال، بحسن اللسان، بحسن المنصب، بحسن الهيئة، معاذ الله. إنما سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بالطاعات. يبقى المقام في ايه؟ انك تكون طائع، انك تكون صابر، انك تكون عبد لله، وذلك اعظم المقامات، خير البشرية وسيد البرية. ربنا لما حب يثني عليه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولا قال نبيه ولا حبيبه ولا مصطفاه، لأن أعظم المقامات أن يكون العبد عبدا لله. طب هو في عبد مش عبد لله؟ إذا خرج العبد مما قدره الله له من أمر طاعة الله، ومن أمر الصبر عن معصية الله، ومن أمر الصبر على قدر الله، صار العبد من عبدا لله لعبدا لهواه وشيطانه وذليلا له. العبودية مش كلمة تقال، عبد لله بالكلام ولا بالفعل. مقام الأسياد يقعون في معصية الرحمن، ومقام العباد هم أذلاء بين يدي الله. منزلة من أعظم منازل أهل الإيمان، نصف الإيمان، أعظم عطاء أعطاه الله لعباده، دليل على محبة الرحمن. مهما تنوعت الأسقام هي سبب في تكفير الذنوب والآثام يوم القيامة. الصبر يدخل أصحابه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الجنة بس؟ لا، وفي أعظم المقامات كمان، وفي أرفع الدرجات. صبرهم وتحملهم في الدنيا ورضا قلوبهم بمقدور الله يجازيهم الله به يوم القيامة
أن يجعل الله لهم الأمان في عظم الأهوال. نسأل الله أن تكون قلوبنا طائعة له. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر لنا كل أمر واصرف عنا كل سوء. اللهم كل من سلك طريقا يؤذي به مسلم فانتقم منه يا رب. اللهم كل من سعى إلى إيذاء مسلم فانتقم منه يا رب، وألف قلوب المسلمين وابطل سحر الساحرين واجعل سحرهم ينقلب عليهم. اللهم صل على محمد صلاة تفتح بها أبواب الجنان وتغلق بها أبواب النيران ويعافى بها كل مبتلى ويصير من بعد البلاء في نعيم وفي صحة وعافية. اللهم ثبت قلوب أهل الإيمان على الإيمان. اللهم رسخ الإيمان في قلوبنا كالجبال. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم ألف القلوب على المحبة واجمع القلوب على الحب يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم شربة ماء من يد النبي لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا في جنات النعيم مؤمنين منعمين. صلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.